افضل طريقه استهداف وافضل استراتيجيات الاعلانات المموله على الاطلاق اللي شغاله معايا في دول الخليج اللي فيها جنسيات كتير، واللي شغاله معايا كمان في المشاريع الخدميه في العالم العربي كله، لان المشروع ده بيكون محتاج تارجت اودينس بشكل معين. وكمان في المنتجات اللي سعرها غالي هي الكاستمر ليست. نعملها ازاي بكل بساطه؟ او قبل ما نعملها ازاي، انت بتجيب كل ارقام تليفونات الناس اللي اشترت منك قبل كده وتحطهم في ليست في شيت اكسل في عمود واحد ورا بعض. واوعى تغلط الغلطه دي انك تحط الاسم ورقم التليفون، خلي فيها معطى واحد بس اللي هو رقم التليفون، بلاش تحط اتنين معطى ابدا ابدا، لان ممكن يجيب دي او دي. تحط الليست بتاعتك كلها في شيت اكسل، تروح بعد كده في ميتا تقول كرييت نيو كاستم اودينس كاستمر ليست نيكست، وبعد كده بترفع عادي جدا اهو ابلود فايل، بتدوس على ابلود فايل وتاخد الفايل ده من على اللابتوب بتاعك تديله الميتا. بيبدا يعد لك الفايل ده ويقول لك هو في جمهور ناجحه قد ايه، او في عدد ارقام مظبوطه قد ايه بالظبط والارقام اللي غلط. وبعد كده بعد ما بترفع الفايل ده بيظهر لك بعد كده موجود هنا في المكان ده على طول ككاستم اودينس. على سبيل المثال والله افترض ان هو ده الويب سايت ده، خلاص الارقام التليفونات اللي اترفعت، تقدر تدوس على السهم ده بعدها تقول له كرييت لوك لايك اودينس، وتيجي تختار النهارده الاودينس بتوع حضرتك دول يكون كمان ليهم جمهور مشابه في الاهتمامات والخصائص والبيهيفير على السوشيال ميديا. دي من ادق طرق الاستهداف على فكره. ما بنحطش اي حاجه تاني خالص، لا بنحط اهتمامات ولا بنحط النهارده ديموجرافيكس ولا بنحط اي حاجه خالص. هو بياخد يحلل الاكونتات كلها اللي هي مربوطه بالارقام دي، ويبدا يجيب لك الناس اللي شبههم على السوشيال ميديا، ودي استخدمها هتعمل معاك نتائج كويسه جدا.